قبل ما نبدأ نشتغل على الانيميشن بتاعنا، تعال ننظم البروجكت بتاعنا شوية كده. يعني انا مثلا عايز امسك الاريا لايتس بتاعي كنترول، وامسك البلان اللي هو الباك جراوند بتاعنا، وهدوس ام وابدأ ان انا احطه في نيو كوليكشن، وممكن اسميها ستوديو مثلا، واقول له كرييت. وممكن اجي هنا ادوس رايت كليك واقول له خليها لي باللون البني ده. وانا برضو مش عايز اعمل سيلكت لاي حاجه جوه الكوليكشن دي، لان انا مش محتاج احرك الاضاءات ولا الاستوديو من مكانه. فبالتالي ممكن اجي على التوجل بتاع السيلكشن ده وادوس عليه فيبقى مش اكتف، فبالتالي مش همسك اي حاجه من الحاجات اللي جوه الكوليكشن دي بالغلط. بعد كده هتلاقي فيه هايلايت بدات تبقى موجوده على الكوليكشن بتاع الاستوديو. فده معناه ان انا لو دوست شيفت ايه وبدات ان انا انزل اي حاجه، هيبدا ان هو ينزلها لي جوه الكوليكشن دي. انا مش عايز كده، فهطلع هنا كليكايه على الكوليكشن بتاعي فوق على الشنطه اللي جنب الكوليكشن دي، فهتلاقي الهايلايت طلعت فوق. فكده هيبدا ان هو ينزل لي الاوبجكتس جوه الكوليكشن دي. قبل برضو ما نبدا في تجهيز الانيميشن بتاعنا، انا عايز ابدا ان انا ابص على الكام بتاعي كده، وعايز اروح للموديفايرز. وممكن ابدا ان انا اقول له خلي لي الدنسيتي، عايز ازودها شويه، ممكن اخليها مثلا 15000، ممكن حاجه زي كده تكون مناسبه. وممكن اجي برضو للماكس سكيل بتاعي اكبره شويه، بدل ما هو 0.01 اخليه 0.012 مثلا، حاجه بالشكل ده. والمينيمم سكيل ممكن اخليه 0.0065 بدل 0.005، علشان برضو النقط الصغيره ما تبقاش عندي نقط صغيره قوي يعني. بالشكل ده لو انا واقف في الكاميرا وبدات ان انا اروح للريندر فيو، وممكن ندوس كنترول الت زد عشان نخفي الاوفرلايز، هتلاقي ان نقط الميه عندي كده بقت ظاهره وبقى شكلها احسن. طبعا تقدر انت تتحكم زي ما انت عايز، بحيث ان انت تغير الدنسيتي والسكيل بتاعك. ممكن ابدا ان انا اروح للسوليد فيو، وممكن العب في السيت كده علشان يبدا يجيب لي ترتيب مختلف لنقط الميه بتاعي، يعني لغايه اما اوصل لحاجه مناسبه. اعتقد ان كده ممكن يكون شكلها لطيف. جميل قوي. بعد كده عايزين بقى نبدا ان احنا نعمل ريج بسيط للكان بتاعنا. هبدا ان انا اقول له الاول اقفل لي الجيومتري نودز، مش عايزها دلوقتي، واقفل لي السبديفيجن سيرفيس برضو مش عايزه. والريج اللي احنا عايزين نعمله هتبقى وظيفته ان هو يتحكم لي في الانيميشن او في الحركه والروتيشن بتاع الكان بتاعي. على سبيل المثال انا مثلا من ضمن الانيميشنز اللي انا هعملها ان انا هحتاج امسك الكان واعمل لها روتيشن مثلا على الواي علشان تبقى مايله بالشكل ده. بس انا مش عايز الروتيشن يحصل من هنا، لان انا لو الروتيشن حصل من النص هنا فهتلاقي المشكله دي عندك حصل انترسكشن. فبالتالي لو جيت تعمل روتيشن بالشكل ده هتضطر ان انت كمان تقول له جي زد وتبدا ان انت ترفعه علشان تظبط اللوكيشن بتاعه، علشان الاوبجكت او الكام بتاعك يكون على الارض. طبعا ده هيضيف عليك تفاصيل زياده في الانيميشن انت في غنى عنها، ودي مش طريقه احترافيه تبدا ان انت تعمل بيها الانيميشن بتاعك، وهتحس ان الموضوع اصعب. فانا بفضل ان انا اعمل حاجه زي رج بسيط عن طريق الامتز والبيرنتنج. هنشوف ايه الموضوع ده دلوقتي، علشان اقدر ان انا بدل ما يعمل لي الروتيشن على الواي من هنا، لا انا عايزه يعمله لي من هنا. وبرضو لو انا هعمل روتيشن الناحيه التانية يعمله لي من هنا، لو هعمل روتيشن لقدام يعمله لي من قدام هنا، وهكذا. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه انا هبدا ان انا ادوس شيفت ايه واقول له نزل لي امتي. الامتي دي ممكن اخليها مثلا تكون كيوب بالشكل ده. طبعا هو واضح ان هو حجمه كبير قوي، فانا هنزل هنا للراديوس وهقول له خليهولي 5 سم مثلا، حاجه بالشكل ده. ودي الامتي اللي هتبقى هي البيرنت الكبير او الاب الكبير اللي هيتحكم في كل الحاجات او كل الامتس التانية اللي تحتها بما فيهم كمان الكان. جميل قوي. احنا قلنا عايزين بقى نعمل امتي نحطها هنا، دي هتتحكم في الروتيشن من الاتجاه ده، والناحيه التانية وقدام وورا برضو. وعايز برضو اضيف امتي تبدا ان هي تعمل لي روتيشن للكان من النص. يعني انا برضو قدام في انيميشن من الانيميشنز هحتاج ان انا اعمل روتيشن للكان بتاعي من النص هنا. طيب تعالى بقى نبدا ان احنا ندوس شيفت ايه وهقول له نزل لي امتي تانية كيوب برضو. وممكن اروح هنا للاوبجكت داتا بتاعي واقول له انا عايز السايز بتاعي يبقى اصغر شويه، وليكن مثلا 3 سم بالشكل ده. هروح للفرونت فيو، وطبعا السنابات عندي انا مفعل فيها الفيرتكس والايدج سنتر. علشان تفعل اكتر من حاجه مع بعض هتدوس مثلا كليك على الفيرتكس، شيفت كليك على الايدج سنتر، فهو كده هيفعل لك الاثنين. هبدا ان انا اقول له جي زد وهدوس كنترول عشان السناب يشتغل، وهسناب لنص الايدج دي
بالظبط كده، فهو كده الامتي بتاعي في نص الكان. عايز بقى ابدا انزل الامتيز اللي هتعمل لي روتيشن من الاماكن اللي احنا قلنا عليها. هبدا ان انا اقول له شيفت ايه ونزل لي امتي كيوب، وهاجي هنا للسايز بتاعي اقول له مثلا خليه لي يكون سنتي، انا عايز حاجه تكون صغيره، وهبدا ان انا اقول له جي اكس احركها على الاكس بالشكل ده، وممكن مثلا اقول له جي اكس تاني واسناب للايدج اللي في النص عندي هنا دي كده. دي الامتي اللي هتتحكم لي في الروتيشن على الواي في الاتجاه اليمين. انا عايز زيها بالظبط حوالين الكان بتاعي من قدام ومن ورا ومن على الشمال، فهبدا ان انا اغير الترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي اخليه 3 دي كرسر، وهبدا ان انا اقول له شيفت دي ار زد 180 علشان تروح الناحيه الثانيه بالشكل ده. ممكن امسك الاثنين دول وابدا ان انا اقول له شيفت دي ار زد 90، فكده هبقى ظبطت الروتيشن او هبقى حطيت الامتيز اللي انا عايزها. ممكن امسك الامتيز دي، طبعا انا عارف ان هم واخدين روتيشن. لو انا طلعت هنا في الايتم منيو هتلاقي الامتيز بتاعك كل واحده منهم واخده روتيشن، فهبدا ان انا اقول له كنترول ايه وهقول له ابلاي روتيشن عشان ارجع كل الروتيشن بتاعي لصفر بالشكل ده كده. جميل قوي. دلوقتي انا عايز ابدا اعمل علاقه البيرنتنج او الابوه. العلاقه دي هتعمل لي ايه؟ هتخلي لي الامتي دي هي البيرنت او الاب الكبير، فانا المفروض لما اجي اعمل لها موف تبدا ان هي تحرك لي كل حاجه تحتها بما فيها الكان بتاعي. طيب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ انا مثلا عايز الامتي اللي في النص دي تكون هي اللي تحت دي على طول، فانا همسكها شيفت امسك الامتي الكبيره اللي انا عايزها تبقى البيرنت، ولو دوست كنترول بي هتلاقي منيو طلعت لك بيقول لك set parent to. انا هختار object keep transform علشان يخلي لي كل حاجه في مكانها. بمجرد ما عملت كده لو رحت هنا هتلاقي ان انت دلوقتي بقى عندك الامتي اللي في النص الصغيره دي فوق او تحت الامتي الكبيره بتاعي. الكلام ده معناه ان انا لو بدات ان انا ادوس جي هتلاقي ان الكبيره بتتحكم في الصغيره دي، ولو مسكت الصغيره وبدات ان انا ادوس جي واحركها هتلاقيها برضو بتتحكم او بتتحرك لوحدها. والخط ده هو بيعرفك ان خد بالك ان دي تشايلد او بنت الاوبجكت او ابن الاوبجكت الكبير بتاعي ده. عايز ارجعه في مكانه كده بالشكل ده، وعايز بقى انزل الامتيز دي كل واحده تحت الثانيه وكلهم يخشوا تحت الايه الكبيره بتاعي. البيرنتنج ممكن تعمله بالطريقه اللي احنا عملناها، ان انت مثلا تمسك دي. انا دلوقتي عايز ادخل دي تبقى تحت دي، فهبدا ادوس شيفت فدي الاكتف عندي وهقول له كنترول بي. بص كده في الاوتلاينر set parent to object keep transform، هاجي افتح الامتي دي هتلاقي ان هو حط لك الامتي الثانيه تحتها بالشكل ده. ممكن تعمل الموضوع ده بطريقه تانية، يعني ممكن ابدا ان انا امسك مثلا الامتي اللي الناحيه التانية دي واجي هنا لو بدات ان انا اسحبها واحطها على الامتي دي هيقول لك move inside collection او كنترول تو لينك وشيفت تو بيرنت. انا عايز ادوس شيفت علشان انا عايز اعمل بيرنت، فهشيل ايدي بقى من على الكليك هتبص لاقيني قالها لك تحت. همسك الامتي الثانيه اللي هي ورا، بس انا عايز امسك اللي قدام الاول وهبدا ان انا احركها ادوس شيفت واحطها هنا. تعال نبدا ان احنا نعمل البيرنتنج هنا بالطريقه الاولانيه. هبدا ان انا امسك دي وعايز احطها تحت الفرونت، فهبدا ان انا اقول له كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. الكلام ده دلوقتي لو جيت تبص عليه هتلاقي ان دي بتتحرك لك كل حاجه بالشكل ده، وهتلاقي دي بتحرك لك اللي تحتها وهكذا. عايز بقى الكان بتاعي تكون تحت خالص هنا. ليه؟ علشان انا كل الامتز اللي انا حاططهم دول الهدف منهم ان هم يتحكموا لي في اللوكيشن والروتيشن بتاع الكان بتاعي بطرق مختلفه. علشان اعمل كده ممكن امسك الكان وبعد كده كنترول همسك الامتي الاخرانيه بتاعي اللي هي تحت خالص، وهقول له كنترول بي وسيت بيرنت تو اوبجكت كيب ترانسفورم، فهتلاقيها نزلت تحت. هو ده المنظر اللي انا محتاجه. احنا ممكن نعمل نيمنج او نسمي الاوبجكتس بتاعنا علشان نبقى فاهمين او عارفين كل حاجه من الاوتلاينر بتعمل ايه. فانا ممكن امسك الامتي الكبيره واقول له F2 كاترل اللي هي كنترول اندرسكور مين، علشان دي هتبقى التحكم الاساسي بتاعي بالشكل ده. همسك اللي تحتها وكنترول F2 وهقول له كاترل اندرسكور روتيشن، وممكن اقول له مين برضو لان دي الروتيشن اللي هتبقى في النص، او ممكن اخليها روتيشن وخلاص بالشكل ده.
ممكن ادوس F2. انا عايز اخد كل ده كوبي، كنترول A C بالشكل ده. والامتي دي هبدا ان انا ادوس F2 وهسميها روتيشن اندرسكور R علشان دي هتعمل لي روتيشن ناحيه اليمين. همسك اللي تحتها F2 روتيشن كنترول روتيشن اندرسكور L بالشكل ده. همسك دي F2 كنترول روتيشن اندرسكور F فور فرونت. وهمسك دي F2 برضو كنترول روتيشن اندرسكور B فور باك. بالشكل ده انا الرج عندي بقى جاهز. شوف بقى كده، انا لو بدات ان انا اعمل روتيشن للكان بتاعي على الواي همسك الامتي دي، فهتلاقي ان الروتيشن حاصل بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عندي مشكله. المشكله دي حاصله علشان انا لسه الترانسفورم بيفوت بوينت عندي 3 دي كارسر، فانا هنزل اخليه مثلا ميديان بوينت بالشكل ده. لو بدات دلوقتي اعمل الروتيشن بتاعي على الواي هتلاقي الروتيشن بقى بيحصل معاك بالشكل اللي انت عايزه. فبدل ما انت تعمل للكان بتاعك روتيشن على الواي وتبدا ان انت تقول له جي زد ارفعها لي فوق علشان تبقى على الارض بتاعك، لا، انت بس هتعمل روتيشن على الواي فهتلاقي الدنيا بتاعك بقت مظبوطه. عايز تعمل روتيشن الناحيه الثانيه ار واي فبقى يلف الناحيه الثانيه بالشكل المظبوط. وطبعا الامتي اللي هنا دي اللي هتعمل لي روتيشن من المنتصف بالشكل اللي انا عايزه بالشكل ده. كده انا بقيت جاهز ان انا اعمل انيميشن للكان بتاعي دي. وانا بعمل تيست للريج بتاعنا في الانيميشن اكتشفت ان احنا عندنا مشكله بسيطه، وهي ان انا لو بدات مثلا اعمل روتيشن للامتي دي علشان اعمل روتيشن للكام بتاعي بالشكل ده، هتلاقي ان هو ما بيحركليش الامتي اللي فوق، ودي حاجه انا مش عايزها. انا عايز الامتي دي تتحرك مع الكان. طيب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ تعالى نقفل كل العلاقات بتاعنا دي كده علشان نبقى شايفين بشكل اوضح. وبعد كده هبدا ان انا امسك الكبيره عشان اعرف انهي علاقه اللي انا شغال عليها، وهبدا ان انا ادوس شيفت. لو دوست شيفت بيبدا ان هو يقفل لك كل حاجه كده. لو شيفت تاني ودوست هنا هتلاقيه فتح لك كل حاجه، بس انا مش عايزه يفتح لي الكان بادي اللي تحت. انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز الامتي المسؤوله عن الروتيشن من النص دي، بدل ما هي فوق هنا هي اللي بتحرك لي الامتس اللي تحت، انا عايزها تنزل تحت هنا تحت الكنترولر بتاع الروتيشن بتاع الباك. يبقى اول حاجه انا هعملها هبدا ان انا امسك الامتي دي وادوس الت بي، وهنا انا بعمل كلير بيرنت. طبعا هختار كلير بيرنت اند كيب ترانسفورميشن عشان يخلي لي كل حاجه في مكانها بالشكل ده. لو جيت تبص دلوقتي هتلاقي ان انت المين بتاعك ده بقى بره، ما عادش اب لاي حاجه، والروتيشن بتاعك هو اللي بقى متحكم في ايه؟ في الحركه والروتيشن بتاعت كل الامتز اللي تحت. طيب جميل قوي. انا عايز قلنا الروتيشن دي تنزل تحت هنا الكنترول بتاع الروتيشن بتاع الباك. فاول حاجه انا همسك برضو الروتيشن بتاع الار اللي هي التشايلد اللي تحتها على طول، وهبدا ان انا اقول له الت بي وهقول له كلير اند كيب ترانسفورميشن، فهتلاقيه طلعه لي بره. دلوقتي انا عايز الروتيشن ده اللي هو الكنترولر بتاع الروتيشن اللي في النص ينزل تحت البي هنا، فانا هدوس كنترول واكليك على البي، فانا كده ماسك اللي ورا. لو بدات اقول له كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورميشن فهتلاقي ان ده المنظر اللي حاصل عندي. طيب انا عايز بقى الكان دي تبقى تحت الكنترولر بتاع الروتيشن اللي في النص. فاول حاجه وانا ماسك الكان هدوس الت بي وهقول له كلير اند كيب ترانسفورميشن فهيطلعه لي بره بالشكل ده. بعد كده هبدا وانا ماسك الكان هبدا ان انا ادوس كنترول وامسك الامتي اللي هي اللي تحت خالص في اخر العلاقه، كنترول بي واقول له اوبجكت كيب ترانسفورم، فهتلاقيه العلاقه بتاعك بالشكل ده. طبعا دلوقتي انا محتاج احط كل حاجه بقى تحت الايه؟ الكنترولر المين بتاعي اللي هي الامتي الكبيره دي. فهبدا ان انا امسك الكنترولر روتيشن ار كنترول وهمسك المين بتاعي، طبعا روتيشن ار اللي هي هنا لان دي في اول العلاقه، كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورميشن، وهعمل بقى نفس الكلام ده للكنات اللي عندي تحت. دلوقتي انا لو بدات ان انا احرك الامتي دي هتلاقي ان هي بتحرك لي كل حاجه، ولو بدات اعمل روتيت هنا هتلاقيه بيحرك لي الامتي بتاعي اللي في النص، فهي هتفضل في النص، بحيث ان انا مثلا لو عملت روتيشن بالشكل ده وبعد كده حبيت اعمل انيميشن للروتيشن اللي كان حوالين نفسها بالشكل ده هقدر ان انا اعمله. عايز اعيد ترتيب الهيراركي بتاعي دي في الاثنين كانات اللي عندي تاني، فهبدا ان انا هنزل هنا هبدا اقول له والله تعالى كده نبص، هي دي الكانه الثانيه بتاعنا. هبدا ان انا امسك الام تي دي وهبدا اقول له الت بي علشان اعمل كلير للبيرنت بتاعها،
اند كيب ترانسفورميشن عشان يخلي لي كل حاجه مكانها. جميل قوي. بعد كده هبدا ان انا امسك، انا عايز بقى اشيل دي، مش عايزها تبقى هي الاب، انا عايزها تنزل تحت هنا تحت البي، فهمسك الروتيشن ار الت بي كلير اند كيب ترانسفورميشن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هبدا ان انا امسك الروتيشن ده، بعد كده كنترول، وهمسك اخر العلاقه عندي تحت كنترول بي، طبعا دي اللي هي اللي في الباك لان الباك هي اخر حاجه انا عاملها في العلاقه. كنترول بي وهقول له اوبجكت كيب ترانسفورم، فهتلاقيها نزلت كده. همسك الكان بتاعي الت بي علشان اعمل كلير بيرنت اند كيب ترانسفورميشن بالشكل ده. بعد كده وانا ماسك البادي هدوس كنترول وهمسك الكنترولر اللي هي الامتي بتاع الروتيشن هنا. بعد كده كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورم، فهتلاقيها نزلت تحت. فاضل لي بقى ان انا احطهم تحت الايه، تحت المين بتاعي. كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورميشن. فكده انا ظبطت الهيراركي بتاعي. لو بدات اعمل روتيشن هنا او في اي امتي هتلاقي الروتيشن بتاعك بقى مظبوط. هنعملها في اخر كان عندنا هنا. هبدا ان انا امسك الامتي دي، ممكن نقفل ده ونفتح ده بالشكل ده كده. هبدا ان انا ادوس الت بي علشان اطلعها بره كلير اند كيب ترانسفورميشن. همسك الروتيشن ار اللي هي اللي تحت الروتيشن بتاعي الت بي كلير اند كيب ترانسفورميشن. بعد كده همسك الامتي بقى اللي في النص دي وهي بقت لوحدها كده. كنترول همسك الروتيشن بتاع الباك وكنترول بي وهقول له بيرنت اوبجكت اند كيب ترانسفورميشن. همسك الكام بتاعي الت بي علشان اعمل كلير بيرنت اند كيب ترانسفورميشن. بعد كده هبدا ان انا امسك ده، انا عايز كله يخش تحت الكنترول بتاع المين بتاعي، طبعا مش المين ده، عايزينه يكونكت مع يبقى المين ده هو البيرنت. فانا همسك الروتيشن ار كنترول الامتي الكبيره كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورميشن. وفي الاخر عايز الكان بتاعي اللي هي انا طلعتها بره خالص دي تبقى تحت الروتيشن، فهمسكها كده وهي تبقى الاكتف كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورميشن. فهتلاقي ان انا دلوقتي الريج بتاعي بقى مظبوط، وكده هيبقى احسن معايا في الشغل وانا شغال. كده انا صلحت المشكله اللي عندي، وكويس ان هي حصلت علشان برضو لو انت حصل معاك مشكله في اي بروجكت تاني تبدا ان انت تبقى عارف ازاي تصلح الريج بتاعك.